الاهلي بيكسب سيراميكا كيلوباترا في نصف نهائي كاس السوبر في الامارات 2-1 بفضيحه تحكيميه. بفضيحه يا سيدي، لا مش فضيحه واحده، دول فضيحتين 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 يا مؤمن. الهدف الثاني للنادي الاهلي تسلل واضح زي الشمس، لكن الفار القط كاله. الفار القط كاله مش هيحسب حاجه. وقبل نهايه المباراه بدقيقه ركله جزاء برضه واضحه زي الشمس لسيراميكا كيلوباترا، لكن اللي قاعد على الفار محمود عاشور لما كان بيحكم للنادي الاهلي مباراه الاهلي وفاركو ولغى هدف لنادي الاهلي بتاع التسلل على بيرسي تاو، قعدوه سنه بيته ما يحكمش. لازم محمود عاشور يكون خايف يحسب اي ركله جزاء على الاهلي، خايف يطبق القانون والعدل. ليه؟ لان احنا في منظومه رياضيه فجره فاسده على راسها ابن الهبيش الكبير، ابن هبيش القرود، ومحدش بيقدر يقول له حاجه. التحكيم بتاعنا بقى تحكيم فاجر، كله خايف من رفاعة الدسوقي، خايف من الاسطوره العجوه. يا باشا المنظومه بتاعتنا عارفه ان احنا في وضع حرج اليومين دول، داخلين على الانتخابات ولازم كله يبقى مبسوط، والقطيع الاحمر نايم مزاجه رايق علشان الامور تعدي على خير. يا باشا تخيل يا مؤمن علي ماهر ابنهم بيقول لك يا جماعه عيب تضيعوا مجهود الفرقه، انا مش عايز غير العدل، انا مش عايز غير العدل. بس يا باشا مفيش عدل في المنظومه الرياضيه الفجره الفاسده بتاعتنا، مفيش حاجه بتتغير، لا جديد يذكر ولكن القديم يعاد دائما. محمود البنا ومحمود عاشور كلاكيت مليون مره، دايما لازما الاهلي يفوز. محمود ايه ده يا محمود؟ هدف تسلل واضح للاهلي، نحسبه يا عم علشان الدسوقي ما يزعلش مننا. محمود ايه ده يا محمود؟ ركله جزاء لسيراميكا كيلوباترا ما اقدرش احسبها يا سيدي، هيوقفوني. المنظومه الرياضيه بتاعتنا لها اسطوره واحده، رفاعة الدسوقي، كله خايف منه، كله خايف من الاسطوره العجوه، كله يا باشا جايب رئيس لجنه رئيس رابطه جرجير ابن هبش القرود، ما حدش قادر يقول له انت بتعمل ايه، ولا الحكام الفجره حد بيقول لها انتوا بتعملوا ايه. واحنا طبعا في ايام صعبه انتخابات، ولازم الامور تعدي على خير، لازم الغزاله الحمراء تبقى مبسوطه وكله تمام التمام ومحدش هيتكلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في المنظومه الفجره الفاسده.